السلام عليكم، مرحبا بكم في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. تصريحات مفاجئة من كيليان مبابي تجاه المغرب. القنيطرة تفتيش امرأة يسفر عن مفاجأة بمحطة القطار. تصعيد فلسطيني رسمي وخطير ضد المغرب بسبب إسرائيل. أسعار المحروقات بالمغرب ترتفع من جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بجديد الأخبار المغربية صباحا وعشية. فاجأ الدولي الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ولد الركراكي بتصريح قال فيه إن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم يتوفر على جميع الإمكانيات للفوز بكأس العالم مستقبلا. وكشف مبابي في مقابلة مع شبكة NCI سبورت الكاميرونية إن الكرة الإفريقية عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، والجميع شاهد تألق المغرب في كأس العالم 2022 بقطر. وأكد نجم المنتخب الفرنسي أن المغرب نجح في الفوز على أبرز المنتخبات المرشحة، ولحسن الحظ أننا فزنا عليهم في المربع الذهبي. وقال أنه في يوم من الأيام سيفوز منتخب إفريقي بكأس العالم، بكون المنتخبات الإفريقية مستوى يتطور كل عام. تمكنت الشرطة القضائية في مدينة القنيطرة من القبض على امرأة تبلغ من العمر 30 سنة بناء على معلومات دقيقة من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وقد اشتبه في تورطها في قضية حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وتم توقيف المشتبه بها في محطة السكك الحديدية بالقنيطرة فور وصولها على قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، وتم ضبطها وبحوزتها 1459 قرصا مخدرا، بما في ذلك 1200 قرص من نوع نورداز و259 قرص إكستازي مهلوس. وتبين من خلال التحقيقات أن المشتبه بها موضوع مذكرة بحث على مستوى الأمن الوطني صادرا عن قوات الشرطة القضائية في القنيطرة بسبب اشتباهها في تورطها في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات. أعلنت السلطة الفلسطينية موقفها المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث أكد جبريل الرجوب وزير الشباب والرياضة الفلسطيني ووزير اللجنة الأولمبية الفلسطينية بصراحة خلال مقابلة مع قناة الوطنية الجزائرية عن موقفه بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن القرار النهائي بشأن ملكية الصحراء يجب أن يتم عبر الاستفتاء، مؤكدا أن الخيار الصحيح هو يحدد الاستفتاء ما إذا كانت الصحراء المغربية أم جزائرية. وأضاف أن الاعتماد على التدخل الإسرائيلي والأمريكي لتحديد ملكية الصحراء غير صحيح ولن يكون مقبولا بحسب تعبيره. حرارة مرتفعة جدا غدا الخميس بعدد من المدن المغربية وستلامس 50 درجة. عادت أسعار المحروقات لمنحها التصاعد في الأيام الأخيرة، وذلك بنسبة تقارب 2.5% بالنسبة للتر الواحد، ما جعلها تلامس عتبة 15 درهم للتر من البنزين في عدد من المدن و14 درهم للغازوال. ويعزى هذا لارتفاع الأسعار السوق العالمية. بلاغ مهم لأصحاب أرقام الهواتف الغير المعروفة. أكدت غيثة مزوار الوزيرة المنتدبة لرئيس الحكومة المكلفة بانتقال الرقم وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء أن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ملزمون بتحديد هوية طالب الاشتراك في الخدمات. وأشارت إلى أن المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية الزبائن الذين اقتنوا البطاقة الهاتفية من مختلف الموزعين. وأوضحت مزوار في إجابتها عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين بشأن البطائق الهاتفية مجهولة المصدر أن أي شخص يمكنه الآن الاستفادة من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهد الشبكة العامة للمواصلات وفقا لمقتضيات القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت عددا من التدابير لتصدي لظهور بعض الممارسات المتعلقة بتداول وتوزيع البطاقات الهاتفية غير معروفة المصدر. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار، نلتقيكم في نشرة جديدة، إلى اللقاء.